قالوا لك الجواز التقليدي ساتر. قالوا لك اختار اللي اهلك راضيين عنه واللي شكله مقبول واللي بيسمع الكلام. بس محدش قالك انك هتصحى كل يوم مع حد دماغه مقفولة ما بيتطورش، عايش في الماضي. محدش قالك انك هتتجوز حد ما عندوش طموح ولا خطة هيشدك لتحت معاه. محدش قالك انك هتعيش في قلق وخناق. محدش قالك انك هتختار حد شكله عادي بس روحه حلوة، ولا حد شكله حلو بس هيكرهك في نفسك. اتفق معاك يا صديقي العزيز ان الجواز ساتر، لكن الجواز اختيار، والاختيار الغلط تمنه عمرك كله. تعال اقول لك الحقيقة الاصعب بقى. هقول لك الكلام اللي محدش هيقولهولك، ولو ضايقك يبقى انت لسه مش شايف الصورة كاملة. انت مش ضحية. اتوجعت، اتكسرت، بس السؤال فضلت ليه؟ كملت ليه بعد ما احترامك راح؟ رجعت ليه بعد ما الباب اتقفل في وشك؟ ما تقوليش حب، الحب عمره ما كان ذل. ما تقوليش عشرة، العشرة اللي اتدمرت اسمها سجن. ما تقولش يمكن يتغير، اللي عايزك هيتغير عشانك من غير ما تطلب. المصيبة انك لسه واقف النهاردة على الباب اللي اتقفل. تخيل لسه بتسأل هو فاكرني؟ هو مرتاح؟ هو مع مين؟ طب وانت؟ انت فين من كل ده؟ اقول لك بقى، انت نسيت نفسك، نسيت ان ليك قيمة، نسيت انك تستاهل حد يختارك كل يوم مش يرميك. خايف تندم؟ خايف تبقى لوحدك؟ الفيديو ده بقى مش عشان اطبطب عليك، الفيديو ده عشان افوقك. هقول لك ازاي تختار صح من الاول، وازاي لو اخترت غلط تخرج منها من غير ما تضر نفسك. هقول لك ليه بتخاف تاخد القرار، وليه الوحدة بتكسرك، وليه لسه متعلق بحبال دايبة. لو جايز تسمع الكلام اللي هيفوقك مش اللي هيريحك، كمل معايا. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن صراع الأنوثة، وحكيت لكم قصة مريم. فاكرين مريم؟ لو ما شفتش الجزء الأول ارجع شوفه الأول عشان تبقى معانا في الصورة. القصة بدأت لما عادل اتقدم لها، مهندس بقى وراجل أعمال. أهلها سمحوا لها إنها تشوفه وتقعد معاه مرتين اتنين بس. بصراحة مريم ما كانتش عايزة كده، طلبت من أهلها تقعد فترة أطول عشان تفهم شخصيته وتعرف هو مين. بس أهلها رفضوا تماما. ليه بقى؟ بحجة إن ده عادات موروثة في الأسرة وما ينفعش أكتر من كده. حتى لما حاولت تكلمه من ورا أهلها على تطبيقات التواصل الاجتماعي معرفتش توصله. وفي الجلسة التانية عادل قال لها بصراحة كده، المطلوب منك تسمعي كلامه وتطيعيني وتهتمي بواجباتك كزوجة، وأنا مش هقصر معاكي. مريم حست إن الأسلوب ده تقليدي جدا ومش مناسب معاها، بس الأهل طبعا كان لهم رأي تاني. قعدوا يقولوا لها ده أخلاقه كويسة والكل بيشكر فيه، وكان الأهم عندهم إنه مهندس ورجل أعمال، يعني هيعيشها في رفاهية مادية. يعني ببساطة كده هم اختاروا المظهر بتاعه مش الإنسان نفسه. والمشكلة إن مريم وافقت على عادل. ليه؟ كانت حاسة بوحدة وكل أصحابها اتجوزوا. مريم بتقول ما كنتش متقبلة شكله، بس أمها أقنعتها إن شكله عادي وإن الراجل ما يعجبوش شكله. بس النتيجة من ده كله إيه يا صديقي العزيز؟ عايشة دلوقتي مع طفلها وجوزها بيعامل البيت كأنه فندق، يجي من بره يدخل ياكل وينام، وهي مقتنعة إن ده نصيبها في الحياة ولازم ترضى. تعال أقول لك ليه يا صديقي العزيز، ليه الجواز التقليدي بيبوظ بيوت. المشكلة مش فكرة التقليدي نفسها، المشكلة إن إحنا بنطبقه وإحنا مغمضين، بنردد كلام أهلنا من غير ما نسأل ليه. الجواز التقليدي بيقول لك شوفها مرة واحدة في البيت ومرة في الخطوبة بس كده، يلا اكتب الكتاب، مبروك انت كده اتجوزت واحدة ما تعرفهاش. هو حلو ان احنا نحترم رأي وعادات وتقاليد العيلة، بس مش حلو اننا ناخد من عادات جدودنا الحلو والوحش ونطبقه كله. العادات اللي بتتكسر لازم تترمى، مش عشان جدك عملها تبقى صح. طب هو احنا ليه يا صديقي الجميل بنعمل كده وبنكرر نفس الغلط؟ عارف ليه؟ عشان من واحنا اطفال صغيرة في دماغنا ان الزواج التقليدي هو الصح وهو الامان وهو الاصول، فلما نكبر ما بندورش على الصح والغلط، دماغنا بتجمع ادلة وبتثبت ان اللي احنا اتربينا عليه هو الصح وخلاص. حتى لو شايف بعينك ان 90% من الجوازات دي كلها فشل، هتقول لا دي حالة فردية، بس الجواز التقليدي هو برضو الصح. شايفين تأثير الحاجات اللي بتتزرع في عقولنا من واحنا صغيرين؟ والعقل اللاواعي بتاعك بيخاف من التغير. دماغك بتشتغلك بتخليك تشوف الحاجات اللي انت بس عايز تشوفها،
بيحب اللي متعود عليه حتى لو اللي متعود عليه ده بيأذيه. وهنا بقى تلاقي الحاجة الأخطر بكتير، تلاقي دكاترة ومهندسين وناس معاها أعلى شهادات ولسه بيدافعوا عن أفكار ماتت وشبعت موت. تخيل دكتور دارس 7 سنين طب وبيشرح جسم الإنسان، وتيجي تكلمه في الجواز يقولك بس يا عم أبونا اتجوز كده وبقى زي الفل. طب يا دكتور فين العلم؟ فين المنطق اللي بتعالج بيه الناس؟ ليه بقى؟ عشان الموروث أقوى من الشهادة. الشهادة في عقله بس الموروث في دمه. تخيل بقى ابن خلدون عالم الاجتماع اللي العالم كله لسه بيدرس كتبه لحد دلوقتي، قالها من 700 سنة. الراجل مات عام 1406 وكتب في كتابه المقدمة اللي لسه بتدرس لغاية دلوقتي في جامعات أوروبا وأمريكا. كان فاهم اللعبة دي من 700 سنة. قال التمسك بالموروث يعني أحد الأمرين، إما أن الأموات أحياء أو الأحياء أموات. يعني من 700 سنة كان فاهم إن العادة اللي ماتت يا تحييها بالعافية وتفشل، يا هتخليك انت ميت وانت ماشي على رجلك عشان ماشي وراه. فلما تلاقي دكتور بيدافع عن فكرة ماتت اعرف انه حي ميت، جسمه عايش بس دماغه مدفونة مع موروث من 700 سنة. فلو ابن خلدون عايش وشافنا بنطبق نفس الغلط ده لحد النهاردة كان هيقول ايه على الدكاترة والمهندسين بتوعنا دول؟ تعال احنا نفهم بالمنطق والعقل مع بعض. ناخد مثال. تخيل معايا كده لو جالك شغل بمرتب ثابت مدى الحياة وما ينفعش تسيبه، هل هتمضي العقد بعد انترفيو 10 دقايق؟ هتقول للمدير ايه الحلاوة دي، شفتك 10 دقايق وحبيت الشركة يلا نمضي عقد 50 سنة؟ مستحيل، تقول عليه مجنون. طب هو احنا ليه اصلا بنعمل كده في الجواز؟ ده عقد عمره اكتر من 50 60 سنة، في بيت واولاد ومستقبل وفلوس ومشاعر، ليه بنمضي بعد ساعتين شاي وقهوة مع بعض في البيت؟ طب قول لي انت يا صديقي العزيز، تقدر تختار صاحب عمرك اللي هتفضفض له وتحكي له عن اللي جواك وتسافر معاه في كل حتة بعد 3 شهور بس؟ اكيد ردك هيكون لا. طب ليه بتختار شريكة حياتك بعد مرتين 2 بس شفتوا فيها بعض؟ الصح ان يكون في فترة تعارف كاملة من 9 شهور ل 12 شهر زي ما اتكلمنا عنها بالتفصيل في الجزء الاول من الكتاب ووضحنا الوضع بالكامل. لو ما شفتش الفيديو ده ارجع شوفه هيفيدك جدا. شوف يا عزيزي المشاهد، في 6 حاجات لو شريك حياتك فيهم 2 منهم جوازك هيفشل قبل ما يبدأ، وده كلام علم النفس مش كلام. أول حاجة دماغه مقفولة، ده شخص عنده جمود فكري ماشي بقاعدة أبونا قال كده وعمل كده يبقى هو الصح. ده لو قلنا له يا ابن الأرض بتلف هيقول لك لا اسكت احنا اتربينا إنها ثابتة. هتعيشوا معاه في سنة 1950 عكس اللي بيراجع نفسه ويتطور، ده اللي تبنوا معاه حياة. تاني حاجة مفيش هدف، ده شخص عايش كده وخلاص، لا شغف ولا خطة ولا هدف ولا أي حاجة خالص، هيسحبك لتحت. انت محتاج حد عنده طموح كل يوم عايز يطور من نفسه ويبقى أحسن. تالت حاجة قلقان ومتوتر، ده شخص عايش في نكد وخناق طول الوقت وعلى طول بيتوقع الأسوأ، هيحول البيت لكابوس حرفيا. والمطلوب هو الهدوء، شخص ثابت وقت الأزمات. الراجل بيبقى محتاج بنت هادية تسنده، والبنت برضه بتبقى محتاج راجل هادي وعاقل تسند عليه. رابع حاجة الشخصية، عندنا 3 أنواع من الشخصية، الصارم والمتسلط والخاضع. الصارم عنده حدود وبيواجه وبيقول لأ وده الطبيعي. المتسلط بيهين وساخر ومؤذي وده شخص سام اللي بنقول عليه في زماننا دلوقتي توكسيك. الخاضع سلبي وما بيعرفش ياخد أي قرار أبدا وده بيكون عيب. القاعدة بقى لو مش صارم العلاقة هتبقى مؤذية. خامس حاجة الشكل والتوافق، تبقى بتكذب لو قلت الشكل مش فارق عندك. تقدر تجبر نفسك يا راجل على واحدة مش طايقها عشان مؤدبة، وانت كبنت تقدري تجبري نفسك على راجل مش متقبلاه عشان غني؟ ده نفاق. مخ الإنسان بيولوجيا بيسجل الشكل أول حاجة، فمن حقك تختار حد مرتاح لشكله عشان دي غريزة فينا، بس ما تجبرش نفسك على حد مش طايقه، ده الغلط بقى. والأهم من كل ده اوعى تختار الشكل بس وتنسى الروح والعقل، عشان زي ما قلنا قبل كده الشكل مش كل حاجة، لو اعتمدت عليه في علاقتك من أول 6 شهور هتقع. سادس حاجة الجمال الحقيقي، الجمال الحقيقي في العقل اللي بتتكلم معاه، في الروح اللي بتحتويه، في الشخص اللي بيفهمك، ده اللي بيخلي شخص عادي جدا تتعلق بيه وشخص تاني حلو قوي بس تكره اليوم اللي شفته فيه. الجمال الحقيقي مش في الشكل، الجمال الحقيقي في الشخص اللي بيسندك وقت ما تقع. الجواز بينهار عشان بنختار غلط، بالموروث مش بالعقل، بالمعايير المزيفة مش بالحقيقة. قبل ما تاخد القرار اسأل نفسك دماغه مقفولة ولا مفتوحة، هادي ولا متوتر، عنده هدف ولا لأ، طبيعي ولا مؤذي ولا ضعيف، متقبله ولا بتجبر نفسك عليه، شايف روحه وعقله ولا مركز في الشكل وخلاص.
الزواج قرار مصيري، والاختيار الغلط تمنه مش طلاق بس، تمنه صحتك وعمرك وأولادك. فكر قبل ما تاخد القرار. بص يا صديقي العزيز، البدايات دايما بتخدع. الكل فيها بيحاول يبان ملاك، الكل فيها بيحاول يقول أحسن كلام. بس لو فتحت عينك كويس هتشوف شوية علامات كده هتبين لك الحقيقة كلها. العلامات دي لو شفتها لازم تقف وتفكر 1000 مرة قبل ما تكمل. الغضب والسخرية هما البوابة اللي بتطلع كل اللي الشخص كاتمه جواه. النهاردة سخرية، بكرة إهانة صريحة. تاني علامة الاندفاع بالشعور، اللي يقولك بحبك من تاني أسبوع، وكل يومين يجيب لك هدايا، ودايما متاح معاك ال 24 ساعة في ال 24 ساعة. ده شخص مش رومانسي طبعا، ده شخص عنده فراغ كبير جدا في حياته. الناضج بجد بيمشي بالعقل، واحدة واحدة. الحب عنده بيتبني طوبة طوبة، بياخد وقته ويستقر. تالت علامة عدم الأمان. أنت متأكد إنك بتحبني؟ طب ليه ما قلتش بحبك النهاردة؟ طب ليه ما ردتش عليا بسرعة؟ ده مش حب زيادة، دي حاجة وعدم ثقة في النفس. الشخص ده هيسحب كل طاقتك عشان تطمنه كل شوية. رابع علامة العلاقة التعويضية. لو هو لسه خارج من علاقة من شهرين 3 وجري عليك، في الغالب انت مش حب عمره، انت داعم وبيحط على الجرح عشان يخف. بيداوي جرحه القديم بيك، واول ما الجرح يلم ويفوق هيرميك ويمشي ويشوف حياته، وانت اللي هتتوجع مكانه. خامس علامة التحكم. لو بيقولك ما تلبسيش ده، ما تعمليش ده، ما تكلميش ده، وريني موبايلك، وريني بتكلمي مين، وانت اصلا لبسك كله محترم وتصرفاتك كويسة. دي مش غيرة، ده اول سلمة في سلم التحكم. النهاردة بيتحكم في لبسك، بكرة هيتحكم في نفسك. الناضج بيحتوي ويطمن، الضعيف بيحاسب وبيشك. بس خدي بالك، لو انت فعلا بتلبسي لبس مش كويس او بتعملي تصرفات غلط ومش صح، اكيد من حقه يتكلم وينصح ويغير عليك. ده واجبه كراجل بيحبك وبيخاف عليك. الغيرة هنا بقى مش تحكم، دي رجولة وحماية. هل الفكرة كلها ان هو بينصحك عشان بيخنقك، ولا بينصحك عشان شايف غلط بجد؟ في فرق كبير بين اللي بيخنقك واللي بيحميك. يا ريت تكونوا عرفتوا الفرق وفهمتوا القصد صح. الغيرة مش تحكم، والخوف عليكي مش سجن. سادس علامة الغضب السريع. لو بيتعصب على أتفه الأسباب، ده مش طابع، ده عرض المرض مدفون جواه. حزن قديم، خوف، إحباط. الشخص ده عمره ما يحل مشكلته في فيديو على اليوتيوب مثلا. مش هيكتب في السيرش تمارين لحل مشكلة الغضب ويطبق التمارين ويقول خلاص كده أنا بقيت تمام. لأ، ده محتاج يشتغل على نفسه بجد، محتاج يواجه نفسه ويفهم هو غضبان من إيه أصلا، ويعالج الجرح القديم اللي جواه. من الآخر يا صديقي أو يا صديقتي، البدايات كلها حلوة، كلها تمثيل، بس العلامات ديت هي المشهد الوحيد الحقيقي في الفيلم كله. هي الرسالة اللي بتجيلك من ربنا وبتقولك خلي بالك. لو شفت علامة واحدة بس من دول ما تعديهاش، ما تقولش هيتغير. اللي فيه طبع مش هيغيره غير لما يأذن ربنا. فكر قبل ما تدخل برجلك في علاقة هتطلع منها كاره نفسك. طب خليني أسألك سؤال يا عزيزي المشاهد، هو ليه الجواز اتحول من حب لواجب تقيل على القلب؟ مين اللي اخترع القوانين دي أصلا؟ وإمتى؟ تعالى معايا أحكي لك القصة من أولها. من 5000 سنة لورا، زمان قوي، في المجتمع الأموي، الست كانت مقدسة. طيب ليه؟ عشان هي اللي بتخلف، فكان ساعتها الإنجاب أقدس سر في الكون. فكانوا بيعبدوا آلهة نسائية زي عشتار وإيزيس. الراجل وقتها كان تابع، عشان الست هي اللي بتدي الحياة. لحد ما جه العصر الحجري النحاسي وحصل الانقلاب الذكوري. الراجل فهم إن له دور في الخلفة ومعاه قوة جسدية أكبر، فقام عمل ايه؟ همش دور الست خالص، حولها لحاجة مملوكة ليه وسيطر عليها. ومن هنا اتولدت أول قواعد للجواز في التاريخ. وكانت شبه ايه؟ كانت شبه قوانين البيع والشراء بالظبط. متخيل يا صديقي، احنا لحد النهارده بنتجوز بنفس الطريقة دي، احنا مش واخدين بالنا. في قوانين موروثة في دماغنا بتقول الراجل هو اللي يصرف وهو اللي يبقى ليك كلمة، والست تطبخ وتخلف وتسكت. ده دورها. ده مش حب، ده نظام عمره 5000 سنة، وصدقني لسه شغال لحد دلوقتي. طب ايه المشكلة في الطريقة ديت؟ المشكلة ان محدش بيقولها صريحة. محدش هيجي يقولك انا عايز اتجوزك عشان القوانين ديت، هيقولك بحبك بس في دماغه شروط واوامر والزاميات. والحب الحقيقي ربنا سبحانه وتعالى لخصه في آية واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. سورة الروم آية 21. شايف لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة؟ مش فرض ولا إجبار ولا واجب وظيفي. الحب اهتمام من القلب بيجي لوحده واحدة واحدة. لما تلاقي اللي قدامك شايفك إنسانة ليكي كيانك ورغباتك، مش مجرد وظيفة لازم تتنفذ. وبعد آلاف السنين الدنيا اتطورت والست فاقت، نزلت تشتغل وتدور على شغفها وعلى نفسها. بس الكارثة إن التفكير القديم لسه عايش جوانا، فبقت الست شايلة حملين، بتبني نفسها وكيانها بره البيت وبترجع تتحمل مسؤولية البيت كله لوحدها. وأنا عارف إن في بنات كتير منكم عايشة الوجع ده دلوقتي، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أمر بالعدل وقال: بسم الله الرحمن الرحيم: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. سورة البقرة آية 228. شايف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف؟ ربنا بيقول في الآية دي إن النساء ليهم حقوق زي ما عليهم واجبات، بالرضا وبالمعروف مش بالإجبار. ولكن اللي بيحصل إن الحمل كله بيبقى عليه، وده مش من العدل ولا من الدين. وعشان كده ظهر لنا نوعين من الرجال، وركز معايا هنا عشان دي أهم نقطة في الفيديو كله. أول نوع الراجل المتسلط، ده بيبقى مرعوب جدا من نجاحك، بيحارب شغلك وكاريرك ودراستك. ليه؟ عشان خايف السيطرة اللي ورثها من 5000 سنة تروح من إيده. هو مش عايز شريكة حياته تفكر وتقرر، هو عايز واحدة تسمع الكلام وتسكت، يطلع عليها كل عقده النفسية. تاني نوع الراجل السوي، ده بقى سندك وظهرك، بيدافع عنك وعن حقك. ليه؟ لأنه فاهم إن الحب مش تحكم ولا امتلاك. وأنا بقولها لك قدام الناس كلها يا أختي العزيزة، واسمعيني كويس. أنا مش ضد إنك تبقي ست بيت، لو ده شغفك واختيارك الحر بكامل إرادتك، ده دور عظيم جدا. أنا ضد إن ده يكون مصيرك الإجباري، ضد إنك تتجبري عليه من أهلك ومجتمعك من غير ما حد يسألك سؤال بسيط بس: أنت عايزة إيه ولا نفسك في إيه بجد؟ ولما الجواز يتحول من علاقة حب لوجبات مفروضة على كل طرف، اعرف هنا إنك دفنت الشغف بإيدك يا صديقي العزيز. ليه؟ عشان في قانون في الحياة وفي العلاقات بيقول: أي حاجة بتتبني على الإجبار والإلزام بتقتل الشغف وبتدفنه بالحياة. فاسمع مني يا أخويا واسمعي مني يا أختي، وبكلمكم من أعماق قلبي. لو داخل خلاص على فترة الجواز، اقف وقفة مع نفسك كده وفكر شوية وحط إيدك على قلبك واسأل نفسك بصراحة: أنا داخل أبني بيت على المودة والرحمة، ولا داخل أطبق قوانين عمرها من 5000 سنة وأكون تايه فيه؟ في 3 مخاوف هي اللي مخليك مكمل في علاقة بتكسرك وانت ساكت. لو كسرتهم هتتحرك. تعال نفككهم واحد واحد. أولا الخوف من الندم. في ناس كتير مش بتاخد قرار الانفصال مش عشان مبسوطين، لأ، عشان خايفين من الندم. خايفة تصحى في يوم وتقول يا ريتني. بس اسمع مني يا صديقي العزيز، مفيش حاجة اسمها قرار غلط في الطلاق. كل قرار يا إما هيطلع صح يا إما هيطلع درس يبني شخصيتك ويقويك. المسؤولية عن حياتك هي اللي بترفع قيمتك. يعني إيه؟ يعني لو حاولت تصلح مرة واتنين وعشرة ومفيش فايدة، يبقى خلاص. ما تبقاش ضحية، ما تبقاش مستني الطرف التاني هو اللي يحدد مصيره. خليك انت القائد بتاع سفينتك في الحياة. وخدها نصيحة من آخر: حاول انك تستشير المختصين قبل ما تاخد اي قرار، بس القرار الاخير قرارك انت. ثانيا الخوف من الوحدة، دي بقى الكارثة الاكبر. ناس كتير جدا بتكمل في علاقات مستنزفة لطاقتها وروحها. ليه؟ عشان خايفة من الوحدة. بس انا جاي اقولك الحياة اللي هتريحك: انك تعيش وحيد ارحم مليون مرة من انك تعيش مع حد بيحسسك انك وحيد. الوحدة مش عيب، انت مش الكائن الوحيد في العالم ده. انت بس مكمل في العلاقة ديت عشان اتعودت مش عشان بتحب بجد. التعود بيقتل النمو، التعود سجن، وانت اللي معاك المفتاح. الندم الحقيقي مش انك تنفصل، الندم الحقيقي انك تضيع 10 سنين من عمرك في علاقة انت عارف ان نهايتها مسدودة. انك تبقى نايم جنب حد وحاسس انك في صحراء لوحدك. ثالثا الشوق والحنين. طبيعي تشتاق للذكريات الحلوة والكلام الحلو والخروجات، بس اسمع الخلاصة اللي هتفوقك: الشخص اللي كان بيشارك معاك اللحظات دي كلها خلاص ما بقاش موجود. انت بتفتكر اوهام،
النسخة اللي حبيتها ماتت. عشان كده بقولك النهاردة لازم تفعل شوقك لنفسك، لازم تحب نفسك من تاني. افتكر النسخة القديمة منك اللي كانت بتضحك من قلبها، اللي كان عندها شغف، اللي كانت حرة. هي دي اللي تستاهل شوقك وحنيتك، مش حد سابك ومشي. ولو لقيت نفسك مشتاق لحد كان بيأذيك، اقف. ده مش حب، ده إدمان للألم. يعني عقلك الباطن اتعود من وهو صغير على الوجع، فبقى المألوف بالنسبة له هو الألم. صدماتك مش ذنبك، لكن شفاك مسؤوليتك انت. فلو بتحن لحد كسرك، انت مش بتحن له، انت بتحن للألم نفسه. انت مش محتاج حد يقفل معاك الجرح اللي هو فاتحه، انت اللي محتاج تقفل الجرح ده بنفسك. انت مش محتاج ترجع لحد عشان تحس انك عايش، انت محتاج ترجع لنفسك. هي دي اللحظة اللي هتعيشك بجد. اختار نفسك. انت تستاهل سلام مش وجع، تستاهل حب مش ألم. انا هنا مش عشان اجاملك بحاجة، انا هنا عشان اقولك الحقيقة حتى لو مرة وجعتك. عشان انا بحبك بجد، مش عايزك تعيش مخنوق ومكسور زي ملايين قبل. احنا هنا مش مجرد قناة، احنا عيلة واحدة. ولو وقعت هنسندك، ولو احترت هنوريك الطريق بالراحة. انا معاك لحد ما تاخد القرار اللي يريح قلبك وعقلك بجد. لو الكلام ده فوقك وهزك من جوه، لايك وتعليق حلو زيك كده. اسمعني كده يا صديقي العزيز، عشان هقولك شوية كلام هيقتلك وهم وانت عايش بيه من وانت صغير. قالوا لك قبل كده ان عقل الراجل مش زي عقل الست؟ قالوا لك الراجل منطقي والست عاطفية؟ بص، كل ده مش حقيقة. امال فين الحقيقة؟ تعال نشوف مع بعض. في أستاذة علم نفس اسمها جينا ريبون، قعدت سنين تراجع أبحاث كتير. أبحاث درست الفروق بين مخ الراجل والست، عملت مقارنة على آلاف البرين سكان. عارف طلعت بإيه؟ إن الاختلافات بين الراجل والست مش في المخ. أمال فين الاختلافات يا عم محمد؟ ما تقول لنا كده. الاختلاف في التجارب اللي عشتها من وانت صغير، وفي الدور اللي المجتمع جبره عليك بالعافية. الدكتور النفسي جوردن بيترسون قال إن في فروق في الشخصية، جزء منه ممكن يكون بيولوجي، بس قال اللي أهم من كده، قال الاختلافات بين الرجالة وبعضهم والستات وبعضهم أكبر بكتير جدا بين الاختلافات بين الراجل والست. يعني أنت ممكن تلاقي راجل حساس أكتر من الست، وتلاقي ست منطقية أكتر من الراجل، لأننا بشر وده عادي جدا. والكذبة الكبيرة اللي المجتمع صدرها لنا إن الراجل أعقل وأنضج، ده واهم. مفيش مخ أذكى وأنضج عشان صاحبه راجل. المخ واحد، بس الحساب هيبقى على الاختيار. اخترت تصدق الكذبة؟ مبروك، دفنت نفسك بإيدي. اخترت تكسرها؟ ألف مبروك، لسه طالع لك عمر على وش الدنيا. وبكده يكون خلصنا الجزء الثالث من كتاب عقدك النفسية سجنك الأبدي. لو عجبك الفيديو شاركه مع أهلك وأصدقائك، ودعمنا بلايك عشان يساعد في انتشار الفيديو لأشخاص أكتر. ولو عايز تكمل معانا وتستفيد أكتر، يشرفنا اشتراكك بالقناة. وأشوفك في الفيديو القادم مع معلومة جديدة ممكن تغير حياتك للأفضل. سلام عليكم.